تعالوا اقول لكم في الفيديو ده ازاي تروحوا تعملوا عمره في السعوديه بدون اوراق وشركات والجو الكبير ده. السعوديه يا جماعه عملت تاشيره مجانيه تقدر تروح بيها اي مكان في السعوديه، مش تعمل عمره بس. التاشيره دي مدتها 4 ايام من وصولك للسعوديه، بس ليها كام شرط كده هقول لكم عليه في الفيديو. اول حاجه انك تحجز على الخطوط السعوديه او فلاي ناس. لما تحجز عليهم بتاخد على طول تاشيره مجانيه لدخولك للسعوديه ل4 ايام، بس مش تحجز للسعوديه، هو الحجز بيكون من خلال دوله تانية والسعوديه ترانزيت. والاسهل انك تحجز لدول ما فيهاش تاشيره او التاشيره بتبقى اونلاين او عند الوصول. يعني مثلا ممكن تحجز لدبي او لبنان او الاردن او الدول اللي تاشيرتها عند الوصول زي اللي قلت لكم عليها، او بدون تاشيره خالص. بتاخد ترانزيت السعوديه من خلال حجزك للخطوط السعوديه او فلاي ناس زي ما قلت لكم. الموضوع مش صعب خالص، انت تقدر تعمل ده كله اونلاين، وكمان بتحصل على التاشيره اونلاين مجانا. حاجه كمان لازم اقول لكم عليها، عشان تسجلوا للعمره باذن الله لازم تسجلوا على موقع نسك، والموقع سهل جدا التسجيل عليه، وتستمتعوا بعمرتكم باذن الله في خلال ال4 ايام دول. ممكن تروحوا فيهم يومين لمكه ويومين للمدينه وتزوروا المسجد النبوي الشريف. مش بس كده، هقول لكم على حاجه حلوه كمان قوي، انك ممكن لو حجزت على الخطوط السعوديه تاخد ليله مجانيه في فندق، بس ده لما تحجز قبليها بفتره عشان الامكانيه، وعمره مقبوله ان شاء الله.